الزمالك بينتصر على فاركو في ماتش ولا حاجة. يعني هما الفرقتين أدائهم مش أحسن حاجة، بالذات الزمالك في آخر فترة أو في آخر كام ماتش أداؤه مش أحسن حاجة خالص، بدليل إنك لما اصطدمت في فرقة بتلعب كورة شوية زي بيراميدز خسرتك بكل سهولة من غير ما تجز عليك. يعني فرق سواء الزمالك أو فاركو الاتنين مش أحسن حاجة، تقوم جايب لهم ملعب زي الملعب بتاع النهاردة ده بتاع حرس الحدود ده، ملعب بذيء، ملعب يعني لو حد عنده شوية كورة مش هيعرف يطبقها خالص. ملعب بيرجعنا لأيام الجابون. حد فاكر بطولة الجابون بتاعت كأس الأمم لما كنت بتلعب يقول لك ايه، خلص مرحلة المجموعات بس هي اللي ايه هتلعب على ملاعب وحشة شوية، تخلص المجموعات تصعد لل 16 يقول لك العب ال 16 بس على الملعب المعفن ده وبعد كده تتنقل على ملعب احسن. روح النهائي هتلاقي الملعب مفيش. يعني احنا النهارده بنلعب على ملعب زي ده في بطولة دوري، انا مش فاهم. يعني انت لو بتقول لواحد في الزمالك او في فاركو انت عندك شوية كورة، لا لا اركن الكورة دي على جنب، تلعبش كورة انت خالص بقى دلوقتي، ما فيهاش. وبدليل ان الماتش اللي فيه كورة بيتعرف من ايه، من ان هو بيبقى فيه فرص كتير، فيه خلق فرص كتير. في فرص يبقى الماتش ده كان فيه كورة، ما فيش فرص يبقى الماتش ده ما كانش فيه كورة. هي كده ثابتة معروفة. والحقيقه ان ماتش النهارده ده ما فيهوش فرص خالص نهائي، بدليل ان اول فرصه جت بعد تلت ساعه لما احمد حسام طلع الطلعه العنتريه بتاعته دي وقدر الكره غلط وما جابهاش. وبالمناسبه احمد حسام مدافع كويس، هو مدافع كويس بس عنده حاجات كتير عايز يشتغل عليها. حساسيته بمركزه وحساسيته بالمكان اللي هو فيه مش كويسه، يعني محتاج يشتغل عليها شويه، لان ده بيخليه يعمل حاجات كتير في الملعب غلط، مش حاسس بمكانه، مش حاسس هو واقف فين. انما لو هو عليه هو مدافع كويس. بعد اول تلت ساعه بيطلع طلع عنتريه كده، بيقدر الكرة غلط خالص اللي بتروح لعمرو ناصر، اللي بالمناسبه كان عامل ماتش حلو قوي. عمرو ناصر بيعرض الكرة جوه ال 18، عواد بيشيلها. تيجي بعدها بشويه كوره بتتقطع بتاكلينج تحفه تقريبا من محمود جهاد، لو انا فاكر كويس. تاكلينج تحفه من محمود جهاد، بيقطع الكوره بتروح للجزيري. الكعوب بتاعت الماتش اللي فاتت لسه ما خلصتش ولا ايه؟ الكعوب اللي احمد فتوح عملها بدعه في الفرقه. الجزيري بالكعب ده، كل ده في ال 18. محمود جهاد قطع الكرة راحت للجزيري في قلب ال 18. الجزيري بالكعب اللي زيزو بيسندها تاني، مش فاكر بقى لمحمود جهاد ولا لمحمد السيد، مش فاكر مين اللي شاطها، متشاطه طالعه فوق طايره. مش مسموح لك يا معلم، مش مسموح لك انك تلمس الكرة في ال 18 90 مرة. وقلتها لك قبل كده، الكرة في ال 18 لمسة لمستين بالكتير. ايه جزيري بالكعب؟ وانتوا صدقتوا نفسكم ان انتوا برازيل ولا ايه؟ انا قاعد بهتشل. الجزيري بالكعب، زيزو بيسند، كل ده في ال 18 دي. الجزيري سندها اصلا لزيزو سنده وحشه قوي جايه في ظهره، زيزو ما كانش يعرف يشوطها، فاضطر ان هو يسندها للي جاي من تحت اللي هو كان تقريبا محمود جهاد، اللي شاطها في السما. لك ان تتخيل بقى ان كل اللي انا بكلمك فيه هو ده يعتبر الشوط الاول، وان كان يعني ممكن يكون ده الماتش كله اصلا. دي الفرص اللي اتخلقت. تخيل بقى ان ماتش كامل 90 دقيقه دي الفرص بتاعته. وحاجه كمان، يعني مخزون مصر الاحتياطي بتاع الكور العرضيه والكور الثابته خلص في الماتش ده، خلص في الماتش بتاع الزمالك وفاركو. ايه كميه العرضيات دي وايه كميه ايه ده؟ ايه ده؟ وما بتترجمش. يعني انا لو عندي مهاجم كويس ما تترجمش، لان بنتاج عمل كام عرضيه كويسه، مش كل العرضيات وحشه. بنتاج عمل عرضيه كانوا كويسه بس في سوء تمركز من اللعيبه. الزمالك اصلا بيلعب ليه كان في تشتيت اصلا كتير؟ لان اللعيبه ما كانتش بتلاقي بعض. انت بتلعب 4-4-2. سواء ما محمد شحاته لما كان بيستلم الكرة على اليمين او بنتاج لما كان بيستلمها على الشمال، ما فيش حد نازل لهم يشارك في اللعب نهائي. لا زيزو بينزل يشارك في اللعب، ولا محمد السيد، ولا الجزيري. مفيش حد فيهم بينزل يستلم ابدا. على طول واقفين عند طب انت يا معلم وقفت عند ال 18 دي او واقف جوه ما بتنزلش تستلم او بتنزل تساعد زمايلك في ان انت تبني هجمه، واقف بقالك 10 دقائق جوه والكرة ما جاتش، تلت ساعه والكرة ما جاتش،
نص ساعه والكره ما تنزل تشقر على زمايلك بقى، انزل شقر عليهم، جايز محتاجين حاجه ولا حاجه. كل ما الكره تيجي لبنتايج، انا كنت مركز قوي في الحته دي، كل ما الكره تيجي لبنتايج او محمد شحاته على الشمال او على اليمين، يبص كده ما يلاقيش في حد، فيضطر ان هو يشتت مسافات بعيده جدا، في فروقات بين الخطوط كتير قوي، الفروقات بين الخطوط كانت كبيره جدا. زيزو والجزيري ومحمد السقا بعيد قوي عن نص الملعب. اللي كان بيعمل الكلام ده كله عبد الله السعيد، عبد الله مش موجود خلاص، مش هتلاقي كرة تلعبها، تشتيت 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 تشتيت، فما كانش فيه كورة. بتيجي كرة الهدف في الدقيقة 40، فاول بيتحسب للزمالك، والفاول ده أول ما اتحسب اللي هو والله حسيتها من جوه كده، من جوه قلت ماتش زي ده بأرضية زي دي، ملعب زي ده، مش هيتلعب فيه كورة، الماتش ده لازم يخلص بكورة ثابتة، ما هو ما ينفعش، مش هيخلص غير بكورة ثابتة. حسيتها والله، والفاول ده بيتحسب ان هو ده الجول. بيجي احمد جمال بيحطها هدف عكسي، وشوف السخريه بقى، ماتش زي ده من وحشته جون المكسب بتاعه هدف عكسي، احمد جمال طلع خلص الدنيا، فاول بيتحسب للزمالك، زيزو بيقف على الفاول، زيزو بيعرضها، حلوه زيزو بيعرضها دي والله، زيزو بيعرض الكوره، احمد جمال بيطلع بيحط الكوره في نفسه هدف عكسي. خلاص هو ده حل الماتش يعني الماتش من كتر ما في وش كوره، هو ده حل الماتش، هدف الماتش خلصان 1-0 بهدف عكسي، صباح الفل خلصانه. وفي حاجه بقى الزمالك وفاركو كانوا بيعملوها غلط طول الماتش، ان هم كانوا بيحاولوا يلعبوا كوره، انت كنت بتحاول تلعب كوره سواء الزمالك او فاركو، الاثنين فعلا كانوا بيحاولوا ان هم يطلعوا بالكوره من تحت ما يشتتوهاش، مع انهم شتتوا كتير جدا، بس كان في محاولات. ايه اللي كان بيحصل بقى؟ الارضيه مش مساعده، فكل ما بتحاول تطلع بالكرة من على الارض غلطات غلطات غلطات، الماتش ده فيه كمية غلطات مش طبيعية، مش طبيعية، في كمية غلطات كتير جدا من الزمالك ومن فاركو، تقريبا 90 ان ما كانش 95 كمان في المية من الفرص اللي كانت موجودة في الماتش كان من الغلطات. الزمالك بيحضر فيغلط، دي فرصة لفاركو، فاركو بيحضر بيغلط، دي فرصة للزمالك. انما في فرص اتخلقت من لعب الزمالك، مثلا بنى هجمه فخلق فرصه او خلق خطوره، ما حصلتش. نفس الكلام ينطبق على فاركو، معظم الفرص اتخلقت من الاخطاء الدفاعيه. وحاجه بقى والنبي بتضايقني من محمد عواد، عارف انت الخطا الثلاثي، عارف انت المشترك، خطا ثلاثي محمد عواد بالاتنين المدافعين اللي قدامه، دي اتكررت كتير جدا، ومش في الماتش ده، في الماتشات اللي فاتت كمان. انت بتكلمش ليه المدافعين اللي قدامك؟ انك طالع تاخد الكوره، ان يشتتوا اصيع حارس في تاريخ مصر كله هو عصام الحضري، هو نفسه طلع قالها ان هو كان بيكلم طول ال 90 دقيقه بيكلم الاثنين مدافعين اللي قدامه، وده صح في الكوره، حتى لو المدافع هيزهق منك ده الصح. كور تقديريه كتير جدا كانت ممكن تيجي في الزمالك، في واحده منهم في اخر الماتش في الدقيقه 88 او في الدقيقه 90 في اخر الماتش خالص، الاثنين المدافعين سابوا الكوره، واحد لعيب من فاركو مش فاكر مش عارف مين، لعيب من فاركو دخل في الكوره كان ممكن يحطها جول لان الكوره طبت طلعت عاليه جدا، قام عواد قام طالع واخدها. الحاجات دي كلها تقديريه، كلم المدافعين يا معلم، كلم المدافعين، انت لو قدام فرقه فيها مهاجم صايع الكور دي كلها تعمل لك مشاكل كتير جدا. والغلطات في التحضير زي ما قلت لك، ان الكوره كانت تقيله قوي في الملعب، تحس ان النجيله كانت عماله بتشد في الكوره كده بتبطئها، اللعيب بيطلع الباص من رجليه. شفت اما انت تبقى مثلا في محطة العتبة اتجاه الجيزة وبتحول للعتبة اتجاه عدلي منصور، ده الوقت اللي الكرة كانت بتاخده من رجل للرجل، اللعيب بيطلع الكرة مفكر ان هو مطلع الكرة جامد، النجيلة بتشدها، فما كانش ينفع خالص تحضير في الماتش ده، تحضير على الارض ما كانش ينفع. انا مش فاهم ازاي انت بتتفرج على دوري ممتاز على ارضية ملعب زي دي، انا مش فاهمها. باقي الماتش بقى تكمل على نفس النمط ده، كور بتتشتت، فرص بتتخلق من اخطاء مدافعين. هو الشوط الثاني يعتبر كله ما فيهوش اي حاجه خالص غير كره الطرد. ايه رايك بقى؟ ايه رايك في كره الطرد دي بقى؟ هو بص، التحكيم بقى هو اللي متصدر بقى، خلاص انت هتقعد ما فيش حد يقعد يتكلم لك في اداءات فنيه وتكتيكيه، هو التحكيم يوم ليك ويوم عليك. ايه رايك في طرد محمود جهاد النهارده؟ بص، الاخطاء التحكيميه دي ليها درجات، ليها درجات، حكم يظلمك في فاول وفي اوت، وحكم يظلمك في ضربة جزاء، ليها درجات. خطأ عن خطأ تحكيمي يفرق، يعني انت مثلا ممكن تختلف معاه ان الكرة دي فاول او لا،
انما ما تختلفش معاه في ان الكره دي طرد او لا. كره النهارده بتاعت محمود جهاد اللي هو اتطرد فيها دي، ممكن تختلف معاه ان هي فاول او لا. انا مش شايفها فاول، وده بجد انا مش شايفها فاول اصلا. انت ممكن تشوفها فاول، ممكن نختلف في حته ايه فاول ومش فاول، انما ما نختلفش في حته طرد. انت شايف كره زي دي فاول، حقك، وانا شايفها مش فاول، حقي. انما ما نختلفش في طرد، نختلف في فاول، نختلف في اوت، انما في طرد ما نختلفش، في ضربه جزاء ما نختلفش. كره النهارده دي مش طرد نهائي، مع ان الحكم كان عامل ماتش كويس. انا شايف ان الحكم كان عامل ماتش كويس جدا، بس قدر الكره دي غلط. عادي، اخطاء تحكيميه وليك انك تتقبلها، هو ده الدوري المصري وهو ده مستواه. هو ده مستواه في اللعب ومستواه في الملاعب، الملعب اللي كانوا بيلعبوا عليه النهارده زي الزفت، مستواه في التحكيم، هو ده مستوى الدوري. هتعمل لهم ايه طيب؟ هو ده مستوى الدوري اللي انت فيه، فمالكش ان انت غير ان انت تتقبل الاخطاء. اخطاء تحكيميه بقى، خد كتير، يوم هتبقى ليك ويوم هتبقى عليك. بس الحمد لله الزمالك قدر يحقق انتصار مهم جدا يخليه لسه في الصورة على منافسة الدوري. بس الأداء عليه علامات استفهام، يعني مش عليه علامات استفهام، الأداء اتضرب بالنار خلاص كده. يا ريت الأداء يتحسن عشان احنا عندنا أبو لهب يوم 22. فلوس حلوة، فلوس حلوة مفيش كلام. يعني حتى لو الأهلي فايق مش فايق، عندك اللعيب بيعرف يخلص الماتش خلاص. خلاص، شئت أم أبيت، اتفقت أم اختلفت، معايا معارضني، إمام عاشور أفضل موهبة يا جدعان داخل مصر، ما فيهاش، مش هتتكلم فيها. الأهلي مش فايق، والمحلة كانت ماسكة عليه معظم أوقات الماتش. إمام عاشور خلاص خلص الماتش، خلصه. الأهلي أصلا كان نازل رامي كارت إرهاب لغزل المحلة. لو كان نجح فيه الماتش ده كان خلص من بدري. الأهلي في أول 50 ثانية، في أول 50 ثانية عامل فرصتين محققتين على المرمى، وفي أول 3 دقايق شايط 3 كور على المرمى. الزمالك طول الماتش قدام فاركو مفيش 3 فرص اتعملوا أصلا. مش هقول لك شوطنا 3 شوطات على المرمى. لو كارت الإرهاب ده كان نجح كان الماتش خلص من بدري. بس الحقيقة نتكلم في الجد شوية، الواحد مبسوط ان هو بدأ يشوف لعيبة كورة، لعيبة بجد بره الاهلي والزمالك. يعني انت بتتكلم على الباكين بتوع غزل المحلة اللي هم محمد جابر ويحيى زكريا. يا جماعة الاتنين ما شاء الله، الاتنين ما شاء الله عليهم، كانوا واكلين الجبهتين خالص طول الماتش، واكلين الجبهتين يمين وشمال. محمد جابر ويحيى زكريا دول ما شاء الله. الواحد مبسوط ان هو بيشوف لعيبه بره اهلي وزمالك، وكمان محمد بن شرقي لعيب كويس جدا فالواحد مبسوط ان هو بدا يشوف لعيبه في الفرق بقى اللي هي زمان كان فيها لعيبه. المحله كانت فيها المحله دي كان كيفها، واللي بيتابع الدوري ده من زمان عارف الكلام ده. غزل المحله دي كان كيفهم ايه؟ انا بصعد الدوري الممتاز، اخسر الاهلي والزمالك وهبط تاني. ده اللي المحله كانت بتعمله. بعد اول 10 دقايق من الماتش احنا شفنا الاهلي في الاول نازل دايس بنزين شويه، خلق 3 فرص في اول 3 دقايق من الماتش. بعد ما اول 10 دقايق من الماتش بيخلصوا والحساسيه بتاعه الماتش اللعيبه بتاخد على الاجواء بتاعه الماتش، شوفنا ان غزل المحله هي الطرف الافضل. غزل المحله قدر يمسك الكوره ويخلق فرص ويعمل خطوره ويعمل عرضيات. محمد جابر ويحيى زكريا عملوا عرضيات كتير جدا وكلها كانت خطر جدا على الاهلي. وشفنا الفرص قعدت بتتكرر والعرضيات قعدت بتتكرر لحد اخر الشوط الاول. كان في فرصتين خطر جدا لغزل المحله، ولولا تألق الشناوي كان المحله ممكن يسجل عادي جدا في الشوط الاول، ومعالم الماتش كلها كانت تتغير. في فرصتين في اخر الشوط الاول محمد الشناوي تألق فيهم بشكل مش طبيعي، اللي هو نجم المباراه بالنسبه لي. وفي يعني في حته المشاركه من مارسيل كولر في حته المشاركه دي، في لعيبه باينه قوي ان هي مش جاهزه ان هي تلعب. احنا شفنا محمد مجدي قفشه النهارده لا قادر يتحرك، ولا بيطلع الباص من رجليه صح، ولا قادر ان هو يفتح لزمايله، وتحركاته من غير كوره سيئه جدا، مش جاهز. نفس الكلام بينطبق على عمرو السولية. عمرو السولية باين جدا ان هو تقيل في الملعب، مش قادر يتحرك. يا معلم بتشاركه ليه؟ يعني عندك عمرو السولية، محمد بن شرقي خدوا في يعني الاوت بيتلعب لمحمد بن شرقي. محمد بن شرقي قط السولية من اوت، عمل له فينت قطه في اوت في اخر الشوط الاول، وشاطها كرة كانت في ال90. لولا تألق الشناوي كانت ممكن تبقى عادي جدا للمحلة 1-0،
وينتهي الشوط الاول وينزل مقفل ومعالم الماتش كلها تتغير. ففي لعيبه باين قوي ان هي مش جاهزه، انت بتشاركهم بقى على اساس ايه؟ الاهلي كان فائد نص الملعب، فائد الكرة تماما. بعد اول 10 دقائق في الماتش شفنا الاهلي مش قادر يخلق خطوره ولا قادر يخلق فرص على غزل المحله خالص. الاهلي بيبدا الشوط الثاني نفس بدايه الشوط الاول بالظبط، بيبدا ضاغط ومستحوذ وهجمه من هنا على هجمه من هنا للاهلي وللمحله لحد ما بنشوف كوره الفاول. خلاص يا جدعان، الاهلي مش في يومه، الاهلي مقدم اداء سيء، الاهلي مش عارف ايه. امام عاشور موجود، لعيب يا جدعان، موهبه. انا مش في يومي، انا بقدم اداءات سيئه، دفاعي مش عارف ايه، خط نصي مش عارف يوصلني للجون. امام عاشور موجود يا جدعان، لعيب موهبه، افضل موهبه دلوقتي داخل مصر هو. فاول جون خلص الماتش، بس سهله وبسيطه خالص. بس بعد الهدف بنشوف ان الاهلي فعلا فائد الكوره، فائد الكوره، مش عارف يخلق خطوره ولا يخلق فرص لانه فائد الكوره. الثنائيات، التحركات بتاعت اللعيبه، هو فائد بكل ده. شفنا ان التوليفه بتاعت الاهلي في نص الملعب مش ظابطه يا معلم، مش ظابطه. السوليه مع قفشه ومروان عطيه مش مظبوطه، لاننا شفنا المحله بتعمل كل حاجه في الكوره في نص الملعب، واخده راحتها خالص في التحضير وفي خلق الفرص وفي كل حاجه. محمد بن شرقي ده عمل ماتش عمره النهارده قدام الاهلي. في كوره اتلعبت بعد الجون بتاع الاهلي ده في الدقيقه حاجه و60، محمد بن شرقي استلم الكرة من نص الملعب، عمل كل حاجة في الكرة ومحدش قال له انت بتعمل ايه. استلم الكرة، دخل في قلب خط النص بتاع الاهلي، محدش قطع الكرة منه، قط واحد قط التاني، حطها انفراد لمحمد حمودة. اخطر كرة في الماتش اللي هي كانت في الدقيقة 68 تقريبا، اخطر كرة في الماتش. الشناوي بيشيلها من كرة ما تتشالش، كرة جوه، كرة ما تتشالش. الشناوي بيتألق للمرة العاشرة تقريبا في الماتش. ففي لعيبة ما كانتش جاهزة وانت شاركتها، فانت كنت فائد الكرة جدا. الدقيقة 74 مصطفى العش بيطرد، والحقيقة ان هو اللي خلق الخطورة اصلا في الكرة. هو كريم الدبيس لعب له الكرة مش طويلة خالص خالص، هو بس قدرها غلط. على ما لفلها جسمه محمد حمودة كان قطع الكرة، كان خد الكرة وراح على الجون، مصطفى العش عرقله طرد. اللي كلنا كنا مفكرينه ان الاهلي بعد الطرد هيقعد يستقبل لعب تاني وخطوره على مرمى تاني، لانه في الماتش نفسه هو كامل العدد اصلا كان فائد الكوره. لان السوليه وقفشه باين جدا ان هم مش جاهزين بدنيا. اول ما الطرد اتعمل بقى كولر عمل حاجه حلوه قوي، قام سحب السوليه وقفشه اللي هم بالمناسبه ما كانوش فايقين خالص، وبدلهم بكوكا واكرم توفيق. الملعب ظبط، الخطوط قربت، الفرص اللي كانت بتتعمل على الاهلي قلت، يكاد يكون ما فيش خطوره اصلا اتعملت على الاهلي بعد الطرد. فهو البدايه نفسها اصلا بتاعه الماتش من الاهلي اللي كانت غلط، التشكيل. فلما عمل ده وصحح بعد الطرد، لقينا ان الاهلي قادر يتماسك يعني ما يستقبلش فرص كتير، ولا استقبل فرص خطر. هو استقبل فرص بس ما كانش فيه خطوره على المرمى خالص بعد الطرد. الحقيقه ان الاهلي ما قدمش المردود الفني المطلوب منه، لكن قدر ينتصر في ظروف كانت صعبه شويه ويتصدر الدوري لحد ما يشوف بيراميدز هيعمل ايه بكره. وبس يا معلم، ده كان كل كلامي عن ماتش الزمالك وماتش الاهلي النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.